سيرم تطويل الرموش أكيد كلنا بنشوفه في كل حتة دلوقتي، على السوشيال ميديا، في الصيدليات، في كل مكان. الوعد ده برموش تبقى أطول وأتقل بقى عامل زي هوس عالمي. بس السؤال المهم، ورا الوعد ده فيه إيه بالظبط؟ يلا بينا نشوف القصة دي من أولها. طيب خلينا نبدأ من هنا، من التجربة الحقيقية دي مش مجرد شكوى وخلاص على فكرة. دي بتلخص السؤال الأهم في الموضوع كله: هل الرموش الطويلة اللي كل الناس عايزاها دي تستاهل المخاطرة؟ والمخاطرة دي بيقابلها فلوس كتير قوي. بنتكلم في صناعة حجمها هيعدي المليار و300 مليون دولار. رقم ضخم مش كده؟ ده بيورينا قد إيه الموضوع كبير والرهان فيه عالي جدا، سواء للشركات اللي بتبيع أو للناس اللي بتشتري. تمام، يبقى خلينا ندخل في أول جزء: وعد الرموش المليارية، ونشوف ليه في صناعة كاملة اتبنت على رغبة واحدة بس: رموش أطول وأتقل. لو بصينا على منتج زي مافالا دبل لاش كمثال، هنلاقي إن طريقة التسويق بتاعته ذكية جدا. مش بيقولوا إنه مجرد تجميل، لا ده بيتسوق على إنه علاج. بيستخدموا كلمات زي بيغذي وبيقوي. الكلام ده بيدي إحساس إنه حاجة صحية وحل لمشكلة الرموش الضعيفة. فالمستهلك بيحس إنه بيعمل حاجة مفيدة لرموشه، مش مجرد بيحط ميك اب. طيب إزاي بقى الحاجات دي بتشتغل؟ عشان نعرف الإجابة لازم ندخل جوه دورة النمو نفسها، نفهم الأول العلم ورا نمو الرموش بشكل طبيعي. شوفوا، كل رمش من رموشنا دي ليه دورة حياة، قصة كده بيمر بيها، والدورة دي هي اللي بتحدد في الآخر هو هيبقى طوله قد إيه وكثافته عاملة إزاي. لو فهمنا الدورة دي كويس هنفهم كل اللي جاي بعدها. التفاصيل دي مهمة قوي. الرمش بيمر بثلاث مراحل: أناجين، تاتاجين وتيلوجين. مرحلة الأناجين دي هي مرحلة النمو، ودي اللي تهمنا قوي. بتستمر حوالي شهر لشهرين والرمش بيفضل يطول فيها. بعدها مرحلة انتقالية صغيرة حوالي 15 يوم. وأخيراً مرحلة الراحة، ودي طويلة جداً ممكن توصل ل9 شهور. وفي آخرها الرمش بيقع عشان يطلع واحد جديد مكانه. دي الدورة الطبيعية. وهنا بقى بتيجي اللعبة كلها. بصوا على المقارنة دي. على الشمال الدورة الطبيعية اللي لسه شارحينها. على اليمين اللي بيحصل لما بنستخدم مكون زي البيماتوبراست. شايفين الفرق؟ هو مش بيخترع رموش جديدة، لا، هو بكل بساطة بيتلاعب بالدورة الطبيعية اللي ربنا خلقها. يعني الخلاصة إيه؟ إن أقوى أنواع السيروم دي بتعمل هاك للدورة الطبيعية. بتدخل على مرحلة النمو الأنيجين، وبدل ما تخليها تخلص في شهرين بتطولها بالعافية. فالرمش بيفضل ينمو وينمو وينمو، وده هو السر ورا الطول والكثافة الزيادة دي. طيب، كده فهمنا السحر بيحصل إزاي. دلوقتي نيجي للقسم الثالث: التركيبات والوعود والمشاكل. لأن زي ما بيقولوا لكل فعل رد فعل. وهنا هنشوف إيه هي المكونات دي بالظبط وإيه مخاطرها. بصوا، مكونات السيرم دي نقدر نقسمها لنوعين أساسيين. النوع الأول والأقوى هو اللي اسمه نظائر البروستاجلاندين أو PAs. دي مركبات قوية جدا شبه الأدوية، وهي اللي بتعمل الشغل كله بتاع إطالة مرحلة النمو. أصلا الحاجات دي اتعملت في الأول لعلاج الجلوكوما في العين. الناحية التانية في المكونات اللي مش بروستاجلاندين، ودي حاجات ألطف شوية زي البيبتيدات والفيتامينات ومستخلصات نباتية. دي غالبا مخاطرها أقل، بس في نفس الوقت مفيش أبحاث كتير تثبت فعاليتها بنفس قوة النوع الأول. أشهر واحد في عائلة البروستاجلاندينز دي هو البيماتوبروست. ده المكون الوحيد اللي واخد موافقة ال FDA مخصوص عشان تطويل الرموش. وقصته غريبة جدا على فكرة. هو في الأصل كان قطرة لعلاج الجلوكوما اللي هو ضغط العين العالي. والدكاترة لاحظوا بالصدفة إن كل المرضى اللي بياخدوها رموشهم بتطول بشكل مش طبيعي. ومن هنا اتحول من دواء علاجي لمنتج تجميلي بالملايين. بس الفعالية الجامدة دي ليها تمن. أول تمن وأخطرهم يمكن هو تصبغ دائم في قزحية العين. يعني إيه؟ يعني لون العين نفسه ممكن يتغير. والكلمة المهمة هنا هي دائم، يعني لو حصل مفيش رجوع فيه. حاجة تانية خطيرة برضو: ضمور الدهون اللي حوالين العين. الدهون الطبيعية اللي بتدي للعين شكلها الممتلئ دي بتبدأ تدوب وتختفي، والنتيجة شكل العين يبقى غائر، كأن الشخص تعبان على طول أو سنه أكبر. وغير الحاجتين الكبار دول، في لستة تانية من الأعراض الجانبية المحتملة، زي مثلا إن جلد الجفن نفسه يسمر، أو يحصل إحمرار في العين، تهيج وجفاف مستمر، حكة في الجفن. ده غير إنه ممكن يقلل ضغط العين الداخلي، وده كان استخدامه الأصلي أصلا كدواء. طيب، سؤال منطقي جدا: لو كل المخاطر دي موجودة، إزاي المنتجات دي بتتباع عادي؟ هنا بقى بنوصل للجزء بتاع فك شفرة القوانين، وهنكتشف إن القوانين اللي بتحكم المكونات دي مختلفة تماما من بلد للتانية.
الفكرة كلها إن اللي يعتبر مستحضر تجميل في بلد ممكن في بلد تانية خالص يعتبر دواء أو حتى مادة ممنوعة. مفيش قانون واحد ماشي على العالم كله. والجدول ده بيوضح لنا قد إيه الموضوع متلخبط. يعني مثلا في الصين وماليزيا البروستاجلاندين دي ممنوعة تماما في أي منتج تجميلي، ممنوعة. في الاتحاد الأوروبي بيعتبروها مادة فيها خطورة محتمل على السلامة، لكن لو رحنا الهند هنلاقيها مسموحة، وفي أمريكا مسموحة بس بيتعاملوا معاها كدواء مش مجرد مكون تجميلي. ده معناه إيه في الآخر؟ معناه إن السيروم اللي ممكن أي حد يشتريه أونلاين بضغطة زرار ممكن جدا يكون فيه مكونات ممنوعة أصلا في دول كاملة عشان بيعتبروها غير آمنة. والمسؤولية في الآخر بتقع على مين؟ على المستهلك. طيب عشان نلخص كل الكلام ده في كام نقطة مهمة. أول حاجة، السيروم القوي بيشتغل فعلاً بس عن طريق إنه بيتلاعب بدورة نمو الشعر الطبيعية. تاني حاجة، الفاعلية دي مرتبطة بمكونات شبه الأدوية اللي هي نظائر البروستاجلاندين. تالت حاجة ودي الأهم، المكونات دي ليها مخاطر حقيقية وبعضها ممكن يكون دائم وما يتصلحش. ورابع حاجة، مفيش اتفاق عالمي على معايير السلامة، فكل بلد ليها قوانينها. وفي الآخر الموضوع بيرجع لسؤال مهم جدا. في عالم التجميل فين الخط اللي بيفصل بين الوعد الجميل والمخاطرة الحقيقية؟ القرار في النهاية هو قرار شخصي، بس الأهم إنه يكون قرار عن علم ودراية، مش مجرد انبهار بالإعلانات.